بدي تومية، بدي فراخ شواية. دقل على دي دقل كشك، شكلها جامد قوي. طب يا جدعان يلا بينا نعمل مقارنة بسيطة خفيفة سريعة على الفراخ الشوايه في مدينه نصر. بص احنا جبنا يعتبر من 3 اشهر اماكن في مدينه نصر عشان نجرب منهم الفراخ الشوايه. جبنا فرخه شوايه كامله ونقارن بقى بين كل مكان الحاجات اللي بتطلع ايه، وزن الفرخه قد ايه، وكمان الطعم طبعا دي حاجه اساسيه، واهم حاجه يا جدعان وهي السعر. فتعالوا كده نشوف هنرص كده 3 اماكن كده بالشكل ده، واحسن مكان فيهم هقول لكم على اسمه في اخر الفيديو. اسعار بقى يا جماعه بتبدا من 375 جنيه لحد 475 جنيه. فيلا بينا نبدا. اول مكان يا جدعان الصراحه الباكجينج بتاعها جميل، كميه في حاجات جوه كتير قوي، ده اغلى مكان. مش تعال نجرب اكياس ايه. تاني مكان فراخ سوري يا جدعان، مصر كلها هتاكل. ده اوردر احنا طالبينه في الفيديو اللي جاي. استنوا بقى يا جدعان عاملين مقارنه بنت لذينه في الفيديو اللي جاي. ده تالت مكان. دول كده التلات اماكن يا جدعان، في كميه حاجات جايه مع الفرخه كتير قوي. تعالوا نبدا باقل سعر لاعلى سعر. اول حاجه ارخصهم وهو اللي في النص ده. نشيل بقى كل دول على جنب. انا متفائل الصراحه يا جماعه، مدينه نصر فيها اماكن عملاقه بتعمل فراخ. يلا بينا نبدا بده. جاي معايا توميه عادي وتوميه سبايسي، عيش كتير، جاي معايا كمان مخلل سوري، واهم حاجه الفرخه. ارخص مكان فيهم يا جدعان بسعر 350 جنيه. طلع بقى اهم حاجه الفرخه. بص شكلها عامل ازاي. اكتر لحظه بحبها يا جدعان وهي اللحظه دي. تعرفوا ده من اكتر حاجات اللي بطلبها دليفري، وهي الفراخ الشوايه. ريحه حلوه. العيش ده قاطعه نصين، جاي معايا رغيفين عيش برضو، كميه بطاطس كتير، وجاي تحتيها كمان رز بسمتي. تعالوا نجرب البطاطس. فكوكوا من البطاطس، تعالوا ندخل على الفراخ. شكلها جامد قوي يا اختي. بص شكل الفرخه عامل ازاي. تعالوا ناخد الدبوسه دي. بص 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 بص, بص الحلاوه دي. الصراحه بعشق الدبوسه كده، دي على بق واحد كده. هم يا جمل وانت يلا رايح فين. طعم الفراخ حلو، تتبيلتها هاديه، بس هي عايزه توميه. توميه ما تحلاش غير بحته من الصدر كده. يا خرابي، غرقها توميه. بعشق حاجه اسمها توميه حرفيا. فراخ شوايه عاديه الصراحه، تتبيلتها حلوه، بس التتبيله الستاندر فاهمين يعني، مفيش حاجه فيها مميزه قوي. هي فراخ شوايه عادي، تتبيلتها الستاندر، بس هي حلوه مش وحشه. بصوا بقى تعالوا نعمل ساندوتش كده بسرعه. تيجي في العيش بتاعه كده، احنا بس هنقطع لقمه صغيره كده بس عشان ايه، لسه في فرختين تانيين. بص بقى احنا هناخد ايه، قطعه من الصدر. بس ايه، نشيل الجلد ده. مش عارف مين بيحب ياكلها بجلد، اللي بيحب ياكلها بالجلد يكتب لنا في الكومنتات. بس ممكن نقطعها كده. حط كده كل دي، حاسسها عايزه كمان. حط تاني. قفل الساندوتش كده على كده. قولي بقى تعمل لها ايه، ديبنج كده في التوميه. تدب في الدب. واو، توميه بس حاسسها خفيفه شويه. شويه فرايز توميه. يلا بينا على تاني مكان. من 350 ل 430. هي نفس الفراخ الشوايه دي. ليه يا جدعان فرق السعر ده؟ ممكن بقى بسبب السايد اللي بيطلع معاه. تعالوا نشوف. رز بسمتي، 2 توميه عاديه، مفيش توميه سبايسي صدقوا، ويبقى كفرات وعيش تورتيلا، ويبقى الفرخه الشوايه بتاعتنا. يلا بينا نفتح. ليه يا جدعان فرق السعر ده؟ ايه ده؟ ده الفراخ لوحدها بس. هي دي فراخ شوايه، هم حاطين عليها زي دقه كده تقريبا. ريحتها الصراحه جامده قوي. هي دي تحسها متبهدله شويه، فدي عايزه كفر. بص ده شكل الصدر، تحس حاطين عليها دقه. نفتح نشوف النظافه. هي مستويه كويس، ريحه حلوه الصراحه. تعالى كده ناخد القطعه دي. هنجرب الفراخ لوحدها، هنجرب الفراخ بالطوميه، هنجرب الفراخ الصراحه مش بحب الفراخ بالرز، بس هنجربها بعيش التورتيه. يلا بسم الله. حاسس ان انا باكل كشري. الدقه اللي عليها دي دقه الكشري، بس هي فراخ حلوه. تعالى نجربها بالطوميه. بس توميه كبيره. الطوميه كده بقى تبهدلها. خرقه توميه. ايه ده؟ واو بسم الله. يا جماعه عيش كتير باين عليهم. بس احنا هناخد يا جماعه حوالي 4 ترغيفه من العيش السوري ده. بصوا بقى عارفين لا بس حلو العيش السوري ده، صدقوا العيش السوري ده احلى من العيش التاني. بص بقى دي تعملها كده. بص بقى تاخد قطعه الصدر كده زي ما هي، بس نخليها. واو يا خرابي. الشكل عامل ازاي. بس نشيل الجلد. تحط كده بالشكل ده. لا نشيل الحته دي عشان كده كتير. تلف بقى الساندوتش بتاعك. بدي توميه، بدي فراخ شوايه. النهارده اروح اطعميك احسن فراخ شوايه يا زلمه. تدب في التوميه كده.
طلعها كده بسم الله. انا حرفيا حاسس ان انا فتحت مطعم سوري في البيت. يلا بينا على تالت مطعم من 430 ل 475. يلا بينا نجرب. ايه يا جدعان الفرق ده؟ احنا كنا بادئين ب 350 جنيه يا جدعان، طلعنا 475. فرق برضو شاسع. هل هي نفس كواليتي الفراخ؟ هل هو نفس الطعم؟ مش عارف الصراحه. الواحد برضو هيحصل ايرور. طب ليه غالي؟ يعني ليه ده ب 475 والتاني ب 350؟ مش عارف. تعالوا بس نشوف الحاجه اللي جت ايه. اوه ده انا حاسس ان ده مخدوم قوي. جاي معايا 2 توميه مخلل، كفرات كتير مخلل، توميه سبايسي، توميه تاني سبايسي، عيش. لا ده في سايد كتير جدا. ايه ده؟ ابتديت احس ان هو يستاهل الرقم ده. اوه ده العيش اللي فيه متبهدل قوي. تعال نفتح كده. بص العيش اللي تحت. ياه ده العيش مات. يوه ايه الحلاوه دي؟ ايه ده يا جدعان؟ هو العيش ده بايت يا جدعان. العيش ده بايت. العيش ده مش صبح خالص. هو اتهرى بس العيش ده بايت. ايه ده يا جدعان الشكل ده؟ دي فرخه ايه؟ شوايه اصلي. تعال نفتح الحاجه اللي جايه معايا. شايف حاجات كتير جايه معايا. رز. ده جاي معايا كمان فرايز، بس طبعا الفرايز هتلاقيها اتبهدلت قوي. بص تعال نكب الفرايز عليها. البس كفر عشان البهدله. يعني عاملين كل ده ومش حاطين كفر. في وايبس، في مناديل، في شوكه، في معلقه، في سكينه، ومفيش كفر. انا عايز اقول لكم ان الكفر ده اهم حاجه في كل ده اصلا. ما تعالوا نجيب من الكفرات القديمه كده يا جدعان. ينقص نقطه معانا اخر مكان عشان ما فيهوش كفرات. ازاي مكان ما فيهوش كفرات؟ جلافزات يا جدعان قلت ولا ايه من المطاعم؟ تعال نجرب الفرايز. الفرايز طبعا هيبقى طعمها عادي. دي يعتبر من احلى الفرايز اللي اكلتها وانا طالب اوردر دليفري. بص الفرخه بقى دي. ياه بصوا يا جدعان الفرخه عامله ازاي. الفرخه دي كانت بتلعب جيم. الفرخه دي وزنها تقيل. الفرخه يا جدعان تحسها بتلعب جيم، تحسها بيجرومي كده فارده جسمها. بص صدرها قد ايه. اوه اوبا. بص الصدر. نقطع حته من الصدر. هندوق بسم الله. توميه. التوميه دي صراحه مش عارف افتحها ازاي. بص اللزقه دي ما بتتفكش. فانسب حل ليها ان انت هتجيب السكينه كده وتعملها من الحواف. بص هتشيلها كده بالظبط. بعد كده هتلاقيها اتخلقت معاك تشدها بقى بكل سهوله. الصراحه مش عمليه خالص، متعبه قوي. فراخ كده بالتوميه. التوميه تحسها تقيله شويه. توميه حلوه قوي. صدقت دي احلى توميه في كل اللي احنا كلناهم. انا عايز اقول لكم بقى على حاجه. هم الثلاث فراخ شوايه اللي انا جربتهم هم الثلاثه حرفيا تتبيله واحده، طعم واحد، ستاندر. فاهمين؟ الثلاثه يعني فراخ شوايه عاديه برده، ما فيهاش افتكاسه ولا فيها اختراع. مهما عملوا فيها فهي نفس الطعم، بس الاختلاف في ايه بقى؟ في الصوص. يعني الاختلاف كله في التوميه. التوميه هي اللي بتحلي معاك الفراخ. يعني هي الفراخ طعمها ستاندر عادي جدا، بس التوميه هي اللي بتنقلها وبتخلي المكان ده مميز اصلا. هي دي اللي ممكن تخليني اطلب من مكان تاني. فاهمين؟ فرق السعر ده الصراحه انا شايف ان الثلاثه واحد. يعني ما ليه فرق السعر ده بقى؟ هو بصوا عشان السايد اللي بيطلع مع الاوردر بايه باختلاف الثلاث اماكن اللي احنا جبناهم. بس صراحه انا شايف اكتر مكان عجبني كتوميه، لكن كطعم فراخ الثلاثه طعم واحد. وهو بقى يا جدعان المكان اسمه ابو العز. بس كده يا جماعه، لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه اعمل، لسه ما عملتش لايك اعمل، اكتب لنا بقى كومنت كده حلو وشجعنا. خلينا بقى نعمل فيديوهات ثانيه. بس كده يا جماعه كان معاكم جو ناصر. سلام.